السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة حسام اليسري. النهاردة عندنا إن شاء الله فيديو جديد ومقارنة جديدة. طبعا زي ما أنتم عارفين الصيف داخل، أهم فاكهة في الصيف هي البطيخ. جبنا لكم النهاردة إن شاء الله نوعين للبطيخ مختلفين، البطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر، أو زي ما بيقولوا عليه البطيخ المانجاوي. طبعا شايفين فرق الحجم بين النوعين، ده البطيخ بتاعنا اللي معروف، وده البطيخ المانجاوي. تمام. البطيخ بتاعنا المفروض اللي لونه احمر، تمام. البطيخ المانجاوي لونه اصفر، اول مره ينزل مصر السنه دي. تمام. دي بطيخ مطعم في شجر بتاع مانجا، فاللون بتاعه من جوه اصفر. هنشوف بقى دلوقتي السعر بتاعهم. البطيخه دي احنا جايبينها ب 60 جنيه زي ما هي كده، من غير كيلو ومن غير حاجه. البطيخ المانجاوي بيتباع بالكيلو، سعر الكيلو 30 جنيه. دلوقتي هندوق البطيخ بتاعنا العادي والبطيخ المانجاوي ونشوف الفرق بين الاثنين ايه. بسم الله. بسم الله. الله. بصوا يا جماعة، طبعا يا جماعة ده البطيخ بتاعنا اللي احنا متعودين عليه من صغرنا، تمام. هو ده. احنا هنفتح بقى البطيخ المانجاوي، نشوف من جوه بيقول ايه. بسم الله. بسم الله. الله أكبر. بص، هي ريحتها نفس ريحة البطيخ، لونها أصفر. تمام. ده بص الفرق بين الاتنين. دلوقتي بقى إن شاء الله هنقارن طعم البطيخ ده وطعم البطيخ ده. بسم الله. بسم الله. اكيد مش مستنيين اقول لكم طعم البطيخ ايه، طعم البطيخ اللي احنا عارفينه كلنا. بس كنت حابب اعلق على حاجه. الجدار هنا سمكه تخين، تمام. وفيها بذر كتير. دلوقتي بقى يا جماعه هندوق البطيخ المانجاوي. بسم الله. شو شكله كده. بطيخ يا جماعه، هو نفس طعم البطيخ. ال- طبعا البطيخ ده، البطيخه كان سعرها 60 جنيه. الكيلو من المانجاوي كان سعره 30 جنيه. سعره مناسب جدا، اللي هو يكون اول مره ينزل السوق والكيلو فيه ب 30 جنيه مش غالي. ده حاجه كانت كويسه خالص خالص. الطعم هو نفس الطعم، الفكره في الحجم واللون بس. انتظرونا ان شاء الله الحلقه الجايه فيديو جديد ومقارنه جديده ان شاء الله.